السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغلى مشتركين أحلى متابعين، نبدأ يومنا النهاردة بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. النهاردة هعمل لكم حاجة شعبية معروفة في مصر، بس مش عارفة هي معروفة في البلاد التانية ولا لأ. اسمها البوظة. البوظة دي من الحاجات اللي بيحبها الأطفال جدا جدا، وكلنا والكبار كمان بيحبوها، ومقاديرها سهلة وبسيطة. ودورت لكم على مقادير عشان تكون موجودة في البيت وتكون سهلة وفي متناول الجميع. ماشي ماشي، من غير ما اطول عليكم. اول خطوه هجيب مقلعه سكر في كوبايه، واجيب الخميره الفوريه بتاعتي اهي، وابدا اخمرها اهو. هحطها عشان مسافه ما اتكلم واحضر حاجتي تكون هي خمرت تشتغل معايا. تمام، قد خميره مقلعه كبيره اهو، مقلعه الكيس بتاع الخميره ده. وبعدين هجيب ميه دافيه، هي معلش سخنت شويه مني. احنا عايزين ميه دافيه. وادي الكوبايه اهي، نصها كده ميه اهو. يبقى مقلعه سكر، باكو خميره، واقلب. انا هوسع اهو واقلب كده، واسيبها تتفاعل على جنب. خلاص ماشي. اللي هو التخميره العاديه اللي احنا عارفينها، خميره فوريه، ملعقه سكر، ميه دافيه اهو. هسيبها على جنب. خلاص طيب، هنعمل ايه بعد كده؟ هجيب 4 كوبايات ميه. ممكن تجربي في كوبايتين، ماشي، عليهم 3/4 دقيق. تمام، على البارد عليهم 3/4 سكر على البارد. تمام يا جماعة، وافضل اقلب خالص لحد ما يبقاش فيها اي تكتلات. على البارد برضو اهو. جميلة وطعمة وما اقولكوش عليها. بصوا بقى، دي المقادير السهلة البسيطة. عندك لبن بودرة، حطي مقلعة. عندك كريم شانتيه، حطي مقلعة تخلي طعمها حلو. ما عندكش خلاص مفيش مشاكل اهو. طب انا عندي ده وعندي ده والله، بس مش هحطه عشان اشوف طعمها حلو طعمها وحش، وده اول مره اعملها على فكره. كانت محتاجه ان انا احط لها ولا لا، فانا هعملها معاكم بالطريقه العاديه اهي. في ناس بتخمر عيش ومش عارفه ايه شغلانه كده، زي ما قلت لكم قبل كده. اي حاجه بحب ادور على اقل المقادير وابسطها، اقل المقادير وابسطها وتكون مكوناتها عفوا موجوده عندنا في البيت، تكون الحاجات موجوده عندنا في البيت. افضل اقلب على البارد. يبقى 4 كوبايات ميه، عليهم كوبايه الا ربع سكر، كوبايه الا ربع دقيق، وبس. هحطها بقى جابت معايا اهو. هحطها على النار ماشي هاديه لحد ما تتقل معايا وتعمل فقاعات. وبعد كده اقول لكم نعمل ايه. محدش يحط الخميره، احنا ما حطيناش حاجه، ميه سكر دقيق بس. بعد كده هاخدها على النار ونمشي خطوه خطوه زي ما انتم شايفين كده على النار، وايدي فيها كده على طول اهو، لحد ما تعمل فقاعات. تبدأ تعمل فقاعات كده كأنها غلى. لما توصل لمرحلة الغليان خلي بالكم، وطم وقلبوا اهو. اما تعمل الفقاعات اللي انا هوريها لكم، انا هفصل الوقت لان التليفون من الحرارة بيفصل لوحده، فانا هفصل واوري لكم امتى نطفي عليها. بس استمري بالتقليب طول ما هي على النار وانت موطيه. شايفين يا حبايبي الفقاعات اللي بتظهر دي؟ شايفين الفقاقيع اللي انا بشاور عليها اهي بدأت تغلي اهي؟ شايفين اهي اهو؟ شايفين الفقاعات دي؟ معلش الكهرباء قطع عندي والاضاءه ما فيش اضاءه، وحبكت اعملها دلوقتي اهو. شايفين الفقاعات دي اهي؟ اول ما تعمل الفقاعات دي اللي هي خلاص دخلت في درجه الغليان اهي، تقلت اهي، هروح اطفي عليها. شايفين؟ شايفين تقلت معايا ازاي؟ شايفين القوام ده؟ بالتقليب بسرعه انا هطفي عليها اهو. اول ما عملت فقاعات اطفي عليها على طول. طيب ايه اللي هيحصل بعد كده؟
اللي هيحصل بعد كده ان انا هسيبها لما تبرد، مش خالص، ان هي تبقى فتره. عارفين درجه الميه اللي حطيناها في الخميره؟ ثانيه واحده كده. بسم الله ما شاء الله، شايفين الخميره اتفعلت ازاي؟ لحقتها بطبق، شايفين الخميره طلعت لفوق ازاي يا جماعه؟ ما شاء الله خميره جميله. طيب الحل ايه دلوقتي؟ الحل ان انا مش هحط الخميره على المقدار اللي عندي في الحله وهي سخنه. لو حطيتها وهي سخنه بتغلي هتقتل البكتيريا اللي هنا، ومش هيتفاعلوا مع بعض، ومش هتديني النتيجه اللي انا بشوفها بره وفي المحلات. هتديني نتيجه ما فيهاش فوم كده ومش حلوه. طيب ولا ينفع اسيبها اما تبرد اللي هي بارده خالص، لا، انا عايزاها فتره نفس الفتران بتاع الميه اللي حطيتها. طيب هسيبها لما هي تبرد لدرجه ان هي تبقى فتره، واحط عليها الخميره واقلب، ومش هعمل اي خطوه الا ما اوريها لكم. استنوني كده لما تبرد. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، بقت فتره خالص اهو. هلحق نفسي، شايفين الخميره؟ شايفين بقت عامله ازاي؟ فهلحق نفسي واحط الخميره طبعا عليها زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله على الخميره، بقت حاجه ايه، جميله جدا اهو زي ما انتوا شايفين. اتفعلت على اخرها، يبقى الخميره عندي تبقى فتره، وبرده البوظه عندي تبقى ايه، فتره جدا. طيب الخطوه اللي بعد كده، عايزين تحطوا عليها ميه ورد، ماشي، رشه فانيليا، ماشي، إيه المتاح عندكم؟ انا حطيت فانيليا اهو، ما عنديش ميه ورد. ويلا نقلب. وممكن تحطيه في الخلاط، ممكن تحط المقدار ده في الخلاط، بس هو مش محتاج خلاط، لان ايدي فيه على طول مفيش تكتلات، فمش محتاج خلاط. عايزه تحطيه براحتك خالص. وبالتقليب زي ما قلت لكم لازم تكون فتره، ما تحطهاش وهي سخنه قوي ولو هي بارده قوي، لازم تكون فتره. وبالتقليب اهو. وبصي ممكن تحط سكر، ايه يفضل انك تحط سكر ابيض عشان تطلع معاكي لونها ابيض، لكن هي طالعه معايا سمره هنا اهو، علشان انا عامله سكر اسمر. بالتقليب خلاص اهو. هتركناها على جنب، قلبي جامد كله في بعضه. هتركناها على جنب لمدة قد ايه؟ لحد ما تتفاقم وتخمر وتعمل فقاعات معايا، وهوريها لكم. بعد كده هقول لكم نعمل ايه. اهو هسيبها كده بقى اهو، شايفين مفيش تكتلات خالص ازاي اهو، مش محتاجه ان انا احطها في الخلاط. فهسيبها لغايه ما تتفاقم واوريها لكم. ليكوا يا حبايبي، شايفين حجمها اتضاعف ازاي؟ دي معناها انها اتخمرت خلاص. تسيبيها لما تتخمر وترتفع وحجمها يتضاعف، يبقى انت عندك بوظه ناجحه ما حصلتش. هتعملي ايه؟ هتاخديها وتحطيها في التلاجة، وبعد كده بتفرغيها يا اما في كوبايات يا اما في اكياس صغيره، هما بيبيعوها ساعات في اكياس كده، وتحط في كيس شاليمو للاطفال، يا اما في كوبايات. طريقه التقديم، الطريقه اللي تريحك والمتوفرة عندك. انا ما عنديش اكياس صغيرة، هي عايزة اكياس صغيرة مش اكياس كبيرة. اللي عندي اكياس كبيرة من بتاعة تعبئة الاكل في الفريزر، لكن انا هحطها في كاسات. ما شاء الله انا دقت مقلعة منها جميلة جدا جدا. السكر بقى، وانت بتعمليها حسيتي ان هي مززة، عايزة شوية سكر. السكر ده حسب الرغبة، انتوا عارفين الاطفال بيحبوا الحاجة المسكرة، فحسب الرغبة بتاعتك. فما شاء الله طعمها جميل جدا جدا ومضمونة. انا كنت بصراحة بقرف اكلها من السوق، مش عارفة هي معمولة ازاي او بايه. فدخلت على اليوتيوب وعرفت الطريقة السهلة دي. زي ما قلت لك، 4 كوبايات دقيق، 4 كوبايات ميه، سوري، كوبايه الا ربع دقيق، كوبايه الا ربع سكر وفانيليا، وبتخمر على جنب مقلعه سكر ميه فتره. وباكل خميره وتسيبهم يتخمروا، وتاخديها على الاول هتقلبوهم على البارد كلهم لغايه ما يبقى ما فيش اي تكتلات من الدقيق. وبعد كده هتسيبها لما تاخديها تحطها على النار، تقلبي على الهادي لحد ما تبدا تغلي معاك والدقيق استوى.
بعد كده هتطفي ولحد ما توصل تبقى فتره، لا هي بارده ولا هي بتغلي، تروح حاطه عليها الخميره ومقلبه، يا اما تحطي في الخلاط، يا اما تدوبي بالمضرب السلك اللي انتوا شفتوه معايا، تحط عليها فانيليا او ميه ورد. متاح عندك لبن بودره حط في مقلعه، متاح عندك كريم شانتيه حط مقلعه، تعزز الطعم وتقويه. ما عندكيش زي ما انا عملت كده اكتفي بالقدر ده. بتبقى احلى في السكر اللي هو الابيض، عشان بيبقى لونها ابيض، لكن انا ما عنديش سكر ابيض. شايفين هي لونها مسمر اهو اهو. فهنشوفها برضو في الكاسات اوضح من كده. انا هحطها في التلاجة لان هي بتتاكل، بتتاكل او بتشرب بارده، متلجه. فانا هحطها في التلاجة واوريها لكم في الاخر. زي ما انتم شايفين يا حبايبي، حطيتها في التلاجة لما تتلج كده وتكمل وتخمر اكتر. ما اقولكش على الطعم بقى وعلى حلاوتها وجمالها، واحسن من بتاعه السوق. هي طالعه غامقه عشان السكر بتاعته من غامق، لكن لو هتعمليها بسكر ابيض هتطلع لك افتح من كده. شايفين يا جماعه؟ شايفين الفوم اللي عاملاه ده؟ طعمها لذيذ واحلى من بتاعه السوق الف مره، وعاملاها على ايدك ومضمونه ونظيفه، والاولاد بيموتوا فيها وجميله جدا. ما اقولكوش على طعمها حكايه. انا هدوق قدامكم اهو. شايفين؟ واو. وسلام بقى كمان تحطها في التلاجة تسقع، ولا اطعم من كده. تاكليها يا اما تشربيها يا اما هي بتتاكل بالمقلعه كده. تحفه تحفه تحفه. ما خدتش مني اي حاجه. بقلل المقادير عندك في البيت تقدر تفرح اولادك وتسعديهم. استخدمنا كوبايه دقيق، كوبايه سكر، واربع كوبايات ميه. عايزه اقول كمان معلومه، ان انت وانت بتقلبيها بطرف المقلعه كده دوق السكر. في ناس بتحبها سكرها قليل تبقى فيها مزازه، وفي ناس تحبها مسكره. فانت حسب اولادك بيحبوها ايه وانت بتحبيها ايه. تدوقي الاتاه محتاجه سكر ضيفي لها سكر. انا حاطه لها كوبايه الا ربع، حط لها انت كوبايه. مش محتاجه اي حاجه، زي ما قلت لكم ميه وسكر ودقيق وخميره. برضه هحط لكم المقادير في صندوق الوصف، عشان اللي بينسى وانا بتكلم يلجأ لصندوق الوصف اللي هو السهم صغير تحت الفيديو. اضغط عليه هيطلع لك صندوق الوصف فيه المقادير. اتمنى تكون الوصفه النهارده سهله وسريعه وعجبتكم. جربوها وقولوا رايكم ايه في الكومنتات الكومنتات. ما تنسونيش تشتركوا واللايك، واللي ما اشتركش في القناه يشترك. ومش هحذف المقطع ده وهسيبه على طبيعته بالكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.